ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني قد الدنيا. مش انا قلتلكوا انا عايزه لايك وعايزه اشتراك وعايزه اسمع صوت الجرس وهو عمال يعمل تررين تررين عشان اول ما انزل فيديو جديد يجيلكم اشعار بالفيديو اللي انا هنزله تعملوا عليه لايك وقولولي انتوا بتشوفوني من انهي بلد. يلا بينا نبتدي القصة. صاحبة القصة بتقولي جوزي مسافر بقاله سنة ونص وانا معيش اطفال، لسه ربنا ما رزقنيش باطفال، وعمالة اتحايل على جوزي ان هو ينزل من السفر مش راضي ينزل، وبتحايل عليه ان هو ينزل من السفر مش راضي ينزل، وبيقولي ده شغلي واكل عيشي. قلت له خلاص ماشي، خليك في شغلك واكل عيشك وابعتلي خدني عندك ونبقى قاعدين مع بعض. راح قال لي لأ مش هينفع. قلت له طب حتى لو شهر واحد في السنة خدني معاك، بدل ما انا قاعدة لوحدي كده بكلم الحيطان ومعيش لا عيل ولا تيل. برضه قال لي لأ ورفض ان هو ياخدني معاه او ان هو ينزل من السفر ويقعد معايا شوية، رافض اي حاجة. وانا قلت له انت سايبني بقالك كتير قوي، بقالك اكتر من سنة ونص، وده حرام بجد حرام، انا مش قادرة استحمل انك تبقى بعيد عني الفترة دي كلها، وانا بفكر اني اتطلق منه عشان بجد مش قادرة اتحمل. ممكن تنصحيني بحاجة علشان انا مش عارفة اعمل ايه؟ انا اصلا مش مع فكرة ان الراجل يسيب مراته ويروح يسافر في بلد تانية مثلا ويقعد بعيد عنها بالسنة والسنتين والتلاتة، وفي الاخر يرجع لها مثلا شهر وبعد كده يسيبها برضو بالكام سنة ويرجع لها. كل ده مقابل ايه؟ مقابل الفلوس. أي نعم إحنا بنبقى محتاجين الفلوس طبعًا في كل حاجة في حياتنا، بس برضه الواحدة بتبقى محتاجة ضهرها ما يكونش مكشوف بمعنى أصح، أو سندها. جوزها بيبقى سندها وضهرها، بيبقى عزوتها، بيبقى كل حاجة بالنسبة لها برضه. هي أي نعم أهلها ربنا يخليهم لها، بس برضه هي بتبقى محتاجة جوزها. فاللي بيسيب مراته مثلًا ويسافر بالسنة والسنتين هي كأنها بتبقى متطلقة بالضبط، بس الفرق بينها وبين المتطلقة إن دي إيه، ملزومة لسه على ذمة راجل أو كده، فما تقدرش إنها تتجوز تاني أو الكلام ده كله، بس هو ده الفرق بينها وبين المتطلقة. بُصّي بقى يا حبيبة قلبي، هو البُعد الكتير ده أوي غلط. لو أنتِ تقدري تستحملي سنة ورا سنة وسنة هتجر سنة، أدي السنة دي هتجر التانية أهي، يعني أنتِ بتقولي هو بقى له سنة ونُص، وأدي هتجر التانية وهتجر التالتة كمان معاها، وأكيد أنتِ مش هتقدري تستحملي ده كله، وأكيد الراجل مش هيقدر يستغنى عن وجود الست في حياته، وما دام ربنا مدّي له رخصة بده، يبقى ممكن يكون رتّب حياته على ده، وممكن يكون الله أعلم في حد في حياته، والله أعلم برضه علشان ما نظلمش الراجل، ممكن يكون مش باصص لحاجة غير شغله، بس إن هو يقدر يقعد سنة ونُص مثلًا وما ينزلش، أو يقعد سنتين ونُص علشان ينزل مصر مرّة واحدة لمراته اللي هي، أنا مش عارفة بصراحة، الوقت كتير أوي بصراحة، كتير. أنتِ لو هتقدري تستحملي الوضع ده تمام، وتكوني مرات زوج مغترب، ولو هتعرفي تتأقلمي على الوضع ده يبقى تمام، مش هتعرفي تتأقلمي على الوضع ده يبقى هتستنيه وما قدامكيش حل غير إنِّك هتستنيه وت ت تقترحي عليه مشكلتِك وتقولي له أنا مش هاقدر أعيش كده. لو أنت يناسبك الكلام ده تمام، مش هيناسبك الكلام ده، ساعتها بقى تقعدي تفكّري أنتِ عايزة بقى بيتِك وتبقي زي ما أنتِ كده على نفس وضعِك ونفس حالِك وكده، والّا الأمور هتختلف وهتفكّري بتفكير تاني. أنا عن نفسي ما باحبش كلمة الطلاق وما باحبش خراب البيوت أبدًا، فما باحبش أقول لأي حد أبدًا ولا أنصحه بإن هو يتطلّق أبدًا، مع إنه الطلاق حلال وكل حاجة، بس أنا برضه ما باحبش أنصح بيه. فأنا باسيب الموضوع لصاحب الموضوع فعلًا، علشان هو أكتر حد بيبقى حاطط إيده في الموضوع، بيبقى هو اللي حاسس أنا هاعمل إيه أو مش هاعمل إيه، فأنا ما أقدرش أقول لِك اتطلقي أو ما تتطلقيش، أنتِ اللي جوّه الموضوع وأنتِ اللي شايفة، وربنا يحسن لِك الحال ويصلح لِك حالِك يا رب، ويهدي زوجِك وييسر لِك الأمور يا قلبي، وما تنسوش تعملوا ترن ترن على الجرس والاشتراك في القناة. وباحبكم أوي، وما تنسوش تعملوا لايك وتردوا عليها في الكومنتات، علشان أي حد بابقى منزّلة مشكلته بيبقى فعلًا محتاج تعليقاتكم ومحتاج ردودكم، فما تبخلوش عليهم بتعليقاتكم، وهتوحشوني. باي باي.